تخيل هذا المشهد: يستيقظ أبو الهول العظيم ويتكلم بصوت عميق عتيق يحذر قائلا: إن أخطأت الإجابة فسوف تضل إلى الأبد. وهذا بالضبط ما حدث لهاري بوتر في قلب مصر. فبعد أعوام من معركة هوغورتس استقر هاري في وظيفته كباحث في وزارة السحر البريطانية. وذات يوم وصل إليه ظرف غريب بداخله لفيفة قديمة مكتوبة بحبر ذهبي: إلى حامل الندبة، هناك سر مدفون تحت رمال الأهرامات في انتظارك. وكانت هناك خريطة لا ترى إلا في ضوء القمر. شعر هاري أن الأمر ليس محض صدفة، فاستقل أول طائرة إلى القاهرة. وهناك التقى بساحرة مصرية لامعة تدعى نورة الفقي. قالت له بهدوء وثقة: السحر هنا ليس كما تعلمته في هوغورتس، هنا السحر ينبع من القلب لا من العصا. امتطيا الجمال وسارا عبر الصحراء لأيام حتى وصلا إلى مكان منسي مدفون تحت رمال الذهب. وسط عاصفة رملية هوجاء كشف النقاب عن أبو الهول الحقيقي. فجأة اهتزت الأرض وتكلم التمثال بصوت ثقيل قال: إن أردت العبور فأجب. ما هو الشيء الذي لا يرى ولكنه يفتح كل الأبواب؟ توقف هاري وفكر بعمق، ثم قال بهدوء: النية. فانفتح الباب السحري وانطلق منه نور ذهبي كالشهب المتساقطة. نظر هاري إلى نورا وقال: هل نحن مستعدان؟ ودخلا معا. مر بممر طويل جدرانه تتلألأ بنقوش متحركة وكأن الحجر ذاته يسرد قصة. وفي نهايته ظهرت 3 أبواب لكل منها رمز غريب، تمثالان يهمسان، أحدهما صادق والآخر كاذب. أنصت هاري جيدا وفكر مليا، ثم اختار الباب الأيسر فانفتح بأمان. الاختبار الثاني: فخ التعاون. بدأ السقف في الهبوط بسرعة، لم يكن هناك سوى عصا سحرية واحدة في المنتصف. أمسكا بها معا وبقلب واحد نطقا بتعويذة مشتركة، فتوقف السقف في اللحظة الأخيرة. الاختبار الثالث: مرآة النية. رأى كل منهما انعكاسه الحقيقي. رأى هاري نفسه ملكا عظيما، لكنه قال بهدوء: لم آتي لأكون ملكا بل لأفهم. تشققت المرآة ثم تلاشت إلى غبار نجمي. تبادلا النظرات وابتسما، فقد علما أنهما اجتازا ما هو أعمق من السحر. فتح الباب الأخير على غرفة عظيمة مليئة بالكنوز ونور ذهبي ولفائف مقدسة. لكن هاري تراجع وقال: جئت لأتعلم لا لأتحكم. وفجأة ظهرت ريشة ذهبية تطفو في الهواء برقة. مد يده وأمسكها بابتسامة مطمئنة. وفي تلك اللحظة ظهرت 7 كهنة أشباح من خلفهم. راقبوا بصمت ثم عادوا إلى الظلال. قادهم النور خارج المعبد، وعند بزوغ الفجر بدأت الصحراء من حولهم تزهر. تفتحت الزهور من الرمال وعادت الحياة مع كل خطوة. نظرت نورا إليه وقالت برقة: ليس كل سحر يرى، فبعضه يعيش في نوايانا. لمست آخر شعاع شمس الريشة في يد هاري، فأضاءت كنور ولد من الداخل. وبعد أيام قليلة عرضت تلك الريشة في المتحف الدولي للسحر، وتحتها كتب على اللوحة: هنا تبدأ الحكمة. والمشهد الأخير: أطفال مجتمعون حول تمثال الريشة تتسع أعينهم بالدهشة والأحلام. وفي البعيد عاد أبو الهول بهدوء إلى رماله وكأنه لم يكن موجودا قط. وفوق كل شيء تحول السماء إلى نسيج من الرموز القديمة منقوشة في النجوم.